السلام عليكم ورحمة الله. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا دايما في ستر وصحة وراحة بال. فيديو جديد على القناة، فيديو مشتريات الشهر. حبيت انزل النهاردة كده اشتري جزء من مشتريات الشهر، بحيث ان سمعت خير اللهم اجعله خير ان يوم السبت القادم ان شاء الله ان الاسعار هتنزل. فبصراحة يعني ايه، انا كان في حاجات كتيرة ناقصة في الشقة يعني، فقلت استنى ما استناش يا بنت ايه، انزلي. كنت عايزه الرز وعايزه حاجات كتير في البيت، فقلت اشتري جزء، والجزء التاني اللي انا ممكن استنى يعني عليه شويه، بحيث ان اشوف الاسعار فعلا هتنزل ولا لا، استنى عليه. فشريت شويه حاجات بقى كده، وقلت ان شاء الله يوم السبت يعني لو فعلا الاسعار نزلت انزل اكمل باقي مشتريات الشهر. فده جزء كده يعني يعتبر 3/4 الحاجه، والحاجه التانية هنجيبها بعد الشهر. قبل ما نبدأ الفيديو ما تنسوش تصلوا على الرسول، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. وما تنسوش اخوانا في فلسطين من صالح الدعاء، ربنا يا رب يرحم موتانا ويتقبلهم عندك يا رب من الشهداء. بإذن الله فلسطين راجعة تاني، راجعة لنا تاني، راجعة لولادها، راجعة لأرضها، هتبقى حرة بإذن الله. ربنا ينصرهم يا رب، اللهم امين. ندعي لهم كتير كتير في كل صلاة وفي كل دعوة بندعيها. نفتكر اخواننا في فلسطين ان ربنا ينصرهم وان ربنا يرحم موتاهم، اللهم امين يا رب العالمين. ويعدي ان شاء الله اللي هم فيه ده على خير وسلام، ويستردوا ارضهم كاملة مكملة باذن الله. نرجع بقى للفيديو تاني. كنت بوريكم هنا ان انا جبت شكارة الرز اللي هي 5 كيلو دي، نوعها فوكس. حبيتها اللي هي الوسط، مش التخينة ومش رفيعة، بس حباية حلوة، لقيتها مش مكسرة وسليمة يعني وصحيحة وكده، فقلت اجيبها. كان ال5 كيلو دي كانت عاملة 120 جنيه. في نوع تاني نفس الشركة، بس كانت حباية العريضة كانت ب65. فانا لقيت الاتنين بصراحة يعني نفس السمك بتاع الحباية، مفيش اختلاف فيها، فجبت دي وخلاص. وجبت بقى الرز البسمتي اللي هو نوع لؤلؤة، ده رز تايلاندي. كان عامل 900 جرام، كان عامل 28 جنيه، يعني 29، قولي 30 جنيه مثلا يعني الكيلو فيه. كان في رز تاني نوعه هندي، كان النص كيلو ب30 جنيه. فبصراحة يعني الرز البسمتي مش انا بعمله للولادي يعني، فجبت نوع وسط حلو وحبيته برضو كانت كويسة وخلاص يعني. جبت نص كيلو ترشي وهدان. في نوعين منه، نوع ب30 ونوع ب12، فجبت نص من ده ونص من ده. بالنسبة للبيبسي بقى، جبت ازازة بيبسي كوكاكولا. لان لقيت البيبسي اللي هو البيبسي اصلا الصودا بتاعته مش حلوة خالص، فبدلتها بكوكاكولا، الصودا بتاعتها حلوة وجميلة. وفي نوع تاني لقيت في ناس كتيرة جدا بتشكر فيه، انا عامة ما بحبش يعني ابدل البيبسي بانواع تانية زي مثلا سيناكولا والانواع التانية دي، بس في ناس كتير جربت التوب دون وقالت ان هو حلو، فقلت اجربه. الازازة دي كانت عاملة 10 جنيه، وبالنسبة للكوكاكولا كانت عاملة، ده لتر وعليها نص هدية، كان عامل 17 جنيه. المشتريات دي تكاد يعني مش هي دي الأساسية في البيت، أنا جبت حاجات منها أساسية ومنها حاجات بنستخدمها في الأسبوع يعني، أو في الفترة اللي احنا هنقضيها كده في البيت يعني. فمش في حاجات يعني زي البيبسي دي حاجات رفاهيات يعني، بس ايه احنا بنحب كل وجبة يعني بعد كل وجبة غدا كده ان احنا نشرب لنا كوباية بيبسي. ازازة الخل دي لقيت كل الموجود هناك في الركن بتاع الخل كله ليه بوست كده، اللي هي عارفه انتوا البتاع اللي بترفعوها بتنزل دي. فانا عامه اصلا ما بخليش ازازه الخل كده، بفضيها في ازازه تانية، فجبتها وخلاص يعني ما فرقتش معايا. ودي كانت ازازه لتر، كانت عامله كام؟ فين الخل؟ خل الشاطر كانت عامله 10 جنيه. وجبت كمان ازازه المربى دي. عامه انا اللي باكل مربى بس في وسط ولادي في البيت كله يعني، وساعات جوزي كده بياخد له يعني شويه في الساندوتش. جبت الصغيره دي كانت بكام؟ 25 جنيه. 25 جنيه.
جبت باكو شاي من الصغير ده لان انا كنت جايبه قبلها باكو يعني حلو، فقلت اجيبه عشان برضو الظروف يفضل معايا لاخر الشهر. فجبت باكو الشاي دون. كان بكام؟ كان ب20 جنيه. الشاي كان ب20 جنيه، باكو الشاي ده ب20 جنيه. تمام. جبت باكوين عصير للولاد، بيحبوا العصير اللي هو بتاع الشوكولاته الفراوله باللبن ده. ما عجبهمش اللي هو اللي بالشوكولاته، فجبت لهم الفراوله الواحد ب7 جنيه. صح ولا ايه؟ لا ثواني، الواحد ب8 جنيه ونص، الاتنين دول ب17 جنيه. الاتنين دول ب17 جنيه. نضع حاجه تاني في الشنطه. وجبت كمان مجموعه نسكافيهات كده، يعني كل واحد فيها عامل مثلا، هشوف لكم الاسعار. في واحد فيهم ب7، وفي واحد فيهم ب5، وفي واحد فيهم ب4 ونص. في واحد فيهم ب5 و4 وب7. اكيد ال7 ده اللي هو التاني مش موجود معاهم هنا. جبت اهو، ده اللي ب7 اكيد يعني. ده اللي هو مشروب الشوكولاته اللي هو الشوكليت. ايوه بكام؟ الولاد بقى عايزين يجربوا الكورن فليكس. انا كنت جبت لهم قبل كده بس ما عجبهمش، بس شطانين فيه الفتره دي، فقلت مش مشكله نجيبه ويجربوا تاني. فجبت دون اللي هو النوع ده فروت رينجز. بصراحه يعني انا برضو يعني ما بحبوش قد كده، فهم كانوا موصيني وانا خارجه ان انا اجيبه لهم، فجبت لهم واحد. ده كان عامل هو التيفا ده ب14. كنت جايبه النوع التاني ده تقريبا ب7، اللي هو كوكو، مش عارفه كوكو ايه ده. كوكو واو او كورنو بامبو. لا لا ده مش هو ده. ده تقريبا كان ب7 جنيه. ده ب7 جنيه. تمام. جبت بقى البسكوت العشري بتاعنا بنحبه جدا جدا. هو البسكوت ده بيمبو، حلو جدا، انا بعشقه. يعني انا اول ما شفته كده قلت هاته عشان خاطر انا مدمناه بصراحه. البسكوت ده كان عامل حاجه و30، لان انا فاكراه كان بكام. بسكوت بامبو اهو، كان ب30 جنيه. والبيست برضو ده انا كنت بعشقه وانا صغيره، كنت بحبه جدا جدا برضو. اول ما شفته قلت لازم انا اجيب منه. جبت منه 2، كان الواحد ب5 جنيه، يعني الاتنين ب10. يعني عايزه اجربه اشوف هو نفس بتاع زمان ولا اتغير. جبت منه 2. تمام كده. جبت طبق الجبنه دون، جبنه رومي مبطرخ. الطبق ده كان عامل 54 جنيه، كيلو فيه ب225 جنيه. ده اللي هو الرومي المبطرخ. جبت طبق اللانشون ده كان ب23 جنيه، كيلو كان عامل 89 جنيه. ده اللي هو تروبيكانا اللي هو اللي بالفلفل. انا كنت بحب اللي هو بالزيتون بس ما لقيتش اللي بالزيتون، فجبت اللي بالفلفل. وجبت علبة الجبنة دي دومتي، بنحبها برضو، طعمها حلو يعني. فبكام علبة الجبنة؟ بكام؟ حاسه ان هي في حاجات ما كتبتهاش ولا ايه، مش عارفه. اهي دومتي كانت ب24 جنيه، يعني 25 جنيه، ب25 جنيه العلبه دي. تمام كده. وكده قلنا حاجات الثلاجه
بتاعت الفترة دي، علشان خاطر انا سمعت خير اللهم اجعله خير ان الاسعار هتنزل من يوم السبت، وده اللي سمعته. فقلت اجيب حاجات كده يعني للتلاجة، عشان ما كانش عندي رز خالص، والمكرونه ما لقيتش فيه الانواع اللي انا عايزاها. فان شاء الله يعني كمان يومين كده او 3 نبقى نجيب المكرونه. فقلت اجيب، وعندي الحمد لله عندي زبده وعندي سمنه وعندي زيت، مش عايزه مش محتاجه الحاجات دي تاني. فالحاجات دي بس يعني، والدنيا هتبقى ماشيه ازاي وكده، وربنا يكرم ان شاء الله. المنظفات انا جبت العرض بتاع المناديل ده اللي هو بتاع فاميليا، عرض المناديل من فاميليا ده 5 واحد يعني 5 وحدات وواحده مجانا. البتاع كاتبينها الورقه كاتبينها عشان اهي. العرض ده كان بكام؟ ب45 جنيه. العرض المناديل ده كان ب45 جنيه. وجبت كمان المناديل السحبه، جبت واحده من دي ده حلوه جدا، النوع بتاعها ده حلو اللي هو بابيا دون. جبت منها واحده بكام؟ ب20 جنيه. تمام. وجبت الليف ده من احلى انواع الليف اللي انا جربته بصراحه، تحفه جدا جدا، وبيقعد معاكي كتير بقى، يعني بتطهريه كده تعقميه وتحطيه تاني وتستخدميه تاني، بيقعد معاكي فتره طويله جدا 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 وما بيبص. يعني انت اخر ما بتزهقي منها بترميها، ما بتبقاش بايظه، بترميها بقى وخلاص، اللي انت زهقتي منها وخلاص. البتاعتين الليفتين دول كانوا ب10 جنيه، ليفه ب5. بصوا بقى فريده بريحه النظافه، هاتوها وانتوا مطمنين. اي حد بيحب الروائح عامه مش هيختلفوا عليها، ريحتها حلوه جدا جدا جدا، حجمها حلو، وهي 480 ملي. ودي كانت عامله فريده. فين فريده يا ولاد؟ والله ما لاقياها. تقريبا ب25 جنيه. 25 جنيه يعني ايه، ما اقولكوش يعني دماغي بتقلب فوق خالص. بصوا بقى العملاق ده اوكسي، ده كيلو اوكسي الغساله العاديه. انا صدمت من سعره ب50 جنيه. تمام. بس عايزه اقول لكم ريحته تحفه، ريحته جباره. يعني هو انا داخله بيهم البيت كده، وريحه الشقه بحالها قلبت ريحه الاوكسي. ريحته حلوه جدا، اللي هو بنسيم الشرقي ده. ريحته عظيمه 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 عظيمه. هو يمكن غالي شويه، مش عارفه ب50 جنيه الكيلو فيه يعني حلو ولا ايه. انا اول مره اجرب الاوكسي اللي هو البودره بتاع العاديه. تمام. انا بجرب على طول اوكسي الجل، فاول مره هجرب بقى الاوكسي البودر. ريحته حلوه جدا جدا جدا، يعني يا ريت ريحته تثبت في الهدوم زي ما هي ثابته في الشقه كده. الاوكسي بتاع الغساله اللي هي الاوتوماتيك برضو بنفس الريحه، جايباه بنفس الريحه برضو. وده 2 كيلو ونص، كان ب130. ماشي. جبت شويه اكياس، نص اكياس دي ب17. وجبت معطر الجو ده بتاع فريده برضو، ريحه الارابيسك. ده بكام؟ 35 برضو. سعره صدمني قوي، بس يعني المضطر بقى. كنت عايزه اروح اجيب بريكس، بس ما لقيتش الريحه اللي عجباني، فهي قالت لي جده جربيه وعلى ضمانتي. فجبته الكيس ده ب5 جنيه، ومتعدد الاغراض برضو زي بريكس بالظبط، نظافه وانتعاش ولمعان وعطر وحاجات من الحاجات دي. بس انا بصراحه كنت حابه بريكس قوي، بريحه الصنوبر كانت ريحته تحفه جدا جدا. فهجربه وهشوف برضو، يعني لو عجبني هجيب منه، ما عجبنيش خلاص. جايبه منه كيسين، جبت كيسين منه هو ب10، كيس ب5 خلاص. واخر حاجه بقى كنت رايحه عشان اجيب كلوركس الوان، بس قالت لي جربي الكلوركس السيد ده هيعجبك بصراحه برضو. يعني ريحته حلوه قوي، ريحته حاسه ان هي ريحه ورد بلدي كده، مش عارفه. فقلت لها ينفع يتحط في الغساله العاديه الاوتوماتيك؟ قالت لي اه.
فجبت منها برضو كيلو، قلت هجربه ولو عجبني هجيبه. التاني اللي هو الكولوركس الالوان سألت عليه كان ب35 جنيه، فده كان عامل 15 جنيه تقريبا. بكام؟ ب15 جنيه. فقلت اجربه لو عجبني خلاص بقى نعتمده يعني. هي بصراحه واحده حاجتها حلوه وعجبتني، فقلت اجرب منها الكولوركس الالوان المره دي ونشوف يعني. بكده يكون الفيديو بتاعنا النهارده خلص خلاص. يا رب تكونوا استفدتوا منه ولو حاجه بسيطه جدا، عرفتوا سعر اي حاجه كنتوا محتاجين تعرفوا سعرها. زي ما قلت لكم ان بيقولوا ان شاء الله يوم السبت يعني الاسعار ممكن تنزل، فاحنا نستنى اليوم السبت نشوف الدنيا هتعمل ايه. محتاجين برضو بيض، محتاجين حاجات تانية في البيت، فهنستنى اليوم السبت نشوف الدنيا هتبقى ماشيه ازاي يعني، ونمشيها باذن الله هتمشي سواء كده او كده، وربنا هيعدي لازم اللي احنا فيها دي على خير. وزي ما قلت لكم ما تنسوش اخونا في فلسطين بصالح الدعاء. وبكده يكون الفيديو النهارده خلص. ما تنسيش بقى لو انت اول مره تشوف الفيديو دون وعجبك تحطي لي لايك حلو من ايدك، وكمان لو مش مشتركه في القناه يا ريت فضلا وليس امرا تشتركي فيها، وتفعلي كمان زر الجرس عشان يوصلك مني كل جديد. اشوفكم فيديو جديد قريب باذن الله. مع الف سلامه.